السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة ست البيت. النهاردة هنعمل مع بعض لحمة مشوية بس في الطاسة. هنجيب طاسة نحطها على البوتاجاز تسخن، وهنحط فيها شوية زيت صغيرين، كده. بعدين هننزل عليها باللحمة نديها بس كده. هنخليها تاخد الصدمة بتاعتها اللون، ويا ريت تكون اللحمة بتلو صغيرة عشان خاطر ما تاخدش مننا وقت كتير على النار، واللحمة الكبيرة بتكش مننا في الشوي. واللحمه ما تكونش تخينه قوي او ولا رفيعه قوي، يعني يكون سمكها مظبوط وسط عشان تبقى سهله معانا في شويها. هنقلبها على الناحيه التانيه. كده اللحمه خدت اللون اللي احنا عايزينه، هنطلعها طبق. خدت اللون كده اللي احنا عايزينه، وهنبدأ نحط اللحمة تاني. الطاسة التانية ما بتاخدش وقت زي الطاسة الأولانية. تبدأ بص خدت لونها على طول. الأحسن ان احنا نقول طبعا للجزار ان احنا عايزينها شوي عشان خاطر يقطعها لنا شرايح متساوية. نبدأ نوطي النار كده، وهنحط بقية اللحمة اللي احنا طلعناها كده. وهنحط نص كوباية مية، وهنخلي النار متوسطة. هنحط فلفل اسود تاني، ورق لورا، بهارات،
جنزبيل، وحبهان، وزعتر، وكركم بس بسيط عشان ما يصفرهاش. بدأت تغلي معانا اهو. الملح هنحطه لما تبقى 3/4 سوا عشان تستوي معانا بسرعه. نعمل كده، نخلي البهارات اللي حطيناها دي تنزل تحت، ورق اللورا، وهنغطي عليها كويس. وكل ما تشرب الميه بتاعتها نديها شويه ميه صغيرين، كل ما تشرب ميه هنديها شويه ميه صغيرين لغايه لما تستوي معانا. هنتابع مع بعض، هنشوف مع بعض كده اتشربت الميه خالص. بص لغايه لما ايه، تحس ان هي كمان بتدي لون، فتخليها تشرب الميه خالص خالص عشان تدي اللون البني اللي احنا عايزينه. لسه ما استوتش، فنديها نص كوبايه ميه. مادام الشوكه اتغرزت كده نحط بقى الملح. ونقلبه. ملح هينزل في الميه فكله طبعا هيتشرب. وهنغطيها. هنقول تاني مكوناتها: حبهان، كركم، ورق لورا، زعتر، فلفل اسود، جنزبيل، واي بهارات انتوا بتحبوها ممكن تحطوها، مفيش مشكله. اللي بيحبها بملح وفلفل اسود بس برضه مفيش مشكله. ده كده شكلها بعد لما استوت. وبالهنا والشفا.